صباح النور البنات، شنو احوالكم؟ صباح السعادة، صباح الفل. 6 متاع الصباح توا وليت فمت. بدلت في وقت تحضير الفطور. متينا برشا اليوم معاكم خاطر باش نحضر فطور وليدي على الصباح بكري كيما قلت لكم البارح. بنت الروضة قالت لي ماذا بيك تجيب لي فطور بنتك الصباح. دونك قمت الصباح بكري حطيت صوص طيب كيما تراو وباش نعملهم اومليت. فهمتوني؟ باش نعملهم اومليت. ولديك اسمع قال لي حتى انا نحبك تعطيني اليوم نهز الصباح. ان شاء الله نهاركم فل، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله ايامكم كلها سعاده. نديو بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. باش نعملوا لازم نجريو الاحداث الكل. لازم كل حاجه تتغير لازم نجريوها ونكون على قدر المستوى كيما تراو. قاعده نعمل لهم في البيت والماكله حطيت فيها شويه زبده. هذيك هو لازم وربي يوفقنا ان شاء الله كيما ربي يوفق صغيراتنا الكل. هاي يا جماعه نقلب على الفاصوليا ممكن هكا. حطيت قهوتي ونيتي صوص طماطم معناتها اقتراح من عند ولدي. هذه قال ماما ونشوف نعملوها. هو قال لي زيد عمل لي فريت. شوف نزل من الوقت نعمل لي فريت تاع فطور الصباح وتحضير صغار معاها فطور نصف النهار. حاول يزل بوحه وكا وربي يقدرنا. حبيت نرحب بحبايباتي الأقدم وحبايباتي الجدد، وإن شاء الله نهاركم فل ونهاركم أسعد الأيام يا ربي. شوية كوراج تو كل شيء يتم لاباس بحول الله بحول الله بحول الله. بسم الله. هذه الأولى. هذه الثانية يا جماعة. نوعوا لهم هكا كل مرة شوية. ومن بعد كان فما مقارونة جارية، كان فما حاجة هكا ولا هكا، الأمور تبدا صفا. متنسيش مرة هكا مرة هكا، نمشيو احنا والظروف. باهي هوني البنات كيما تراو حطيت فريت. قالك اعملي كعبة بطاط، يعني عملت لهم زوز، عملت كعبة كبيرة. باهي هذا للخديجة هاكا، حطيت لها صوص، حطيت لها شطر كعبة اومليت وفريت. باهي تو باش نحط لولدي كيف باش يهزلو هو مع ال11. شاف اخته قال لي لا حتى انا نحب كيف. حطيتو هكاكا اومليتو ونسكر هكا ريتوها.
الأمور واضحة. رجعنا هون يا حبوباتي، وهوني بعد ما وصلت وليداتي وتبعتوا معايا كيفاش عدت معناتها قديت لهم فطورهم وحطيت لهم في لي بوكس لانش هذوكم. هوني بعد ما وصلتهم غسلت الصابون كما تراو، وقاعدة ننزل في روحي. قلت مادام انا طيبت لهم فطورهم على الصباح معناتها الغدين كما احنا نقولوا نتاع القايلة، طيبته على الصباح وكل نحاول نزرب بروحي الماكسيموم باش نعمل اكثر حاجات، ومعناتها نعمل حاجات في الدار معناتها اكثر، ونقعد على اريحيتي بطبيعتي باش نجم نقضي على اريحيتي، معناتها ما عنديش فطور باش يقلقني. حسين هوني غسلت صابون كيما تراو قاعده ننشر فيه، وهذاك ربي يعلم معناتها قاعده نزرب خاطر راهو بخلاف الصابون غسلت الماعون في اللافابو صحت غاز. حاجه قدركم حكيت الدوش، القاعدة، اللافابو، هذوكم لابد منهم، هذوكم كل يوم اكل معون وكل لافابو نتاع حاجه قدركم نتاع البيت البانو ولا نتاع الدوش والقاعدة، راهو هذوكم حاجات لازمة 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 لازمة، فهمتني. وانا قلت لكم راهو ندك على روحي في وسط الجمعة معناتها باش نهار لحد متعة مش معقول، نهار لحد يبدا الراجل مرتاح نحكي على مرأة قاعدة في الدار، مانيش قاعدة نحكي على مرأة تخدم، مرأة تخدم أنا كنت نخدم ونتفكر نهار لحد شنو اللي يصير لي فيه، وساعات نبدا عامل بروجرام تاع خرجة كيف كنت نخدم قبل يبطل خاطر القضية. أنا قضيتي ماهيش مقضية في الدار والله لا نخرجها ولا ساق تجي في الشارع، نكمل قضيتي ونقول مش معقول واحد يبدا جمعة كاملة يخدم ونهار لحد اللي يرتاح فيه معناتها ما يقضيش قضيته، وصغار ماهمش مدوشين وعشاه ولا فطور ماهوش طايب وحاجة أخرى. ووقتها كنت نتفكر لازم العشية نمشي نعمل قاعدة صغيرة في دارنا بعد ما نكمل قضيتي ونفطر أولادي، نروح نعمل نحط طنجرة ولا ثيم معناتها متاع واحدة متاع نهار الاثنين واحدة متاع نهار الثلاث، فهمتوني. هما والله كان تعبرة ونتفكرها ريت نص الليل كيف نمشي لفرش باش نرقد نحس في ساقي ما منفوخة يبر بومبي معناتها كي قاعدة نعفس عليه، فهمتوني. وربي يعطي القوة لكل مرأة، والله المرأة اللي تخدم ربي يعطيها القوة زيادة، وأنا زيادة جربت مرأة قاعدة في دار زي كيف ربي يعطيها القوة. هوني بعد ما كملت نشرت الصابون عندي إيتاج اش نعمل، عندي إيتاج مقسمة فيه ملاحف وقشور متاع مخادد ولا قشور متاع لوحات جريري، فهمتوني. وإلا دينار كيما هكاكا من الفريب شريتهم، هذاك هزيت عيني نلقاه مبلبس، هاي تحلفت فيه وجاه النهار، أي قلت له جيت ما بين سنية وأنا متفاضي اليوم عندي شوية وقت، قلت نتوي ليتاج هذاكا وننظم كل حاجة ترجع لبقعتها وتستوي والكل. هذوما المعظم متاع الغلافات متاع الجريري والناب معظمهم من الفيب، حاجة نلقاها مرتيهاش مثلا، فهمتوني. نقول ناخذها هذايا خذيته الغلاف الجري متاع خدوجة بنتي شو محليهم عزو عدو بالفاسرة من هوني زينة ومن الظهر زينة، لقيته فكيته معناتها برشا غلافات خذيتهم من الفريب، فهمتوني. فرصة ما تتعاودش، ساعات نقول برا نمشي نبدا نقصها خضرة ولا حكاية، قول مش مشكل برا نقص من سوم الخضرة ولا وحاجة كيما هكا ما تتعاودش كي تلقاها كومبارازار ما تتعاودش. وانا راه مش مزهرة برشا في الفريب، النهار نقول ماشي للفريب ما نلقى حتى شيء، والنهار اللي يقول باش نمشي نقضي حاجة أخرى نلقى. وهوني وانا قاعده نتوي فك الحويجات نلقى دي سوفينير مخبيتهم عندي برشا حاجات مخبيتهم، هذه الملحفه نتاع سجوده ولدي وقتها هو مامي مخرجته من الكلينيك وقتها، يا حسره عندي حاجات برشا حاجات مخبيتهم معناتها ذكريات، فهمتوني. ما نحبش نحيهم يبدو غالين عليا. وهذه زايده هذه الفراشيه نتاع فرش وكانت الفرش اللي تهز باليد هكا، فهمتوني. هذه استعملها ساجد واستعملتها خديجة بنتي. عاد قلت لكم نلقى شوية حاجات داخلة بعضها فك الليتاج هذاك، قلت برا هي فرصة ان ننظمها ونستويهم وكيف فما حكاية باش تتنحى ولا باش تطيش ولا، فهمتني. نتفقد شنو اللي عندي وشنو اللي ما عنديش حاجة لازمة، والجلس مثلا انا خذيته عهد وتعلمته نظام،
امي قبل كي كانت تقضي مثلا باش تجرد الدار تهبطها بو على خوها، تسيق مسحان حكين، نفضلنا حيوت شبابك كل على بعضه. امي في النهار واحد، خاطر امي متقويه انها عندها 4 بنات، انا لا، انا بنظم روحي، خاطر اذا كان باش تفرد الجلاس صراحه الجلاس يلزم نهار كامل فهمتني، ومش بتبلبيز اذا باش تكعور وتعطي اللعور، لازم تنظم بالكدا وتستوي بالكدا، ونهار هذاك تكون متفاضيه فيه فهمتني، ولا تعمل له عشويه كامله. انا مثلا كي باش ننظم عامله ديسيزيون باش ننظم كلاس اليوم، مش نقول الكلاس اليوم اليوم الكلاس نعمل له عشوائي، حتى يبدا عندي فطور وهكا متكي عندي عشاء والكل. انا تبارك الله جالسي كبير معناتها والكل، معناتها كي نعمل له نهار هذاك لازمني نهار اللي هو نعمل كل شيء. توا كيف صغيراتي يقراو والكل هاكا كل مره نخطف وقايت هكايا ننظم ايتاج 2، وواحد ماذا بيه كي باش يرجع حاجه يرجعها بنظام باش ما يحسش روحه كأنه ما عمل شيء. وهذوما ريدوات نتاع الشتاء معناتها نحيتهم مرفيت غسلتهم، هذوما ريدوات شريتهم ليت باش نولد بولدي ساجد، لا ليت باش نولد بخديجه يا ربي سامحني. مشيت شريتهم وانا عندي شويه حس وقتها، عندي شويه متقلقه برشا وساكته، ومشيت درت وشريتهم ما ليل الليل ما انا مشيت ولدت بنتي، وانا مصممه اني مش نمشي ناخذها. هيك اللي يبدا سطاع هكا في الوسط، وهذوكم اللي هذوما اللي بالزينه والكل يبداو على جناب ماكم تعرفوهم فازت كيفاه، هذوكم طبحوا لي كيف تبرد الدنيا نرجعها. توا عامله كلي دونتيل، عامله واحد روزي على في بيت النوم، وعامله واحد في البيج الغامق في بيت الصاله. وهوني كملت رجعت كل حاجه لبقعتها ونظمت الإيتاج هذيك وربحت الرولبه هذيك اللي لقيتها، توني كيفاش فرحانه بها. وفما الطبوريه كريتو هذيك راني طلعت فوقها باش نجم نخلط على الإيتاج خاطرو عالي بي. وهوني باش نطيب العشاء نتاعي كيما قلت لكم يا جماعه، راه باش نطيب صوص مقرونه كهو خاطر الفطور عندي. عملت صوص مقرونه للعشاء حضرتها معاكم. هوني حطيت الدجاج هكا في الزيت كيما تراو فيه، قصيت عليه الريس بصل صغير، وباش نزيدو توا الثوم. تعرف المقرونه معناتها تحب الثوم ويبننها الثوم وتعطي ريحه بنينه، وتحب الفحه كامل المقرونه. وانا هوني باش نعمل مقرونه تونسيه معناتها صحيحه، تبدا حاره وميدومه وقاره زيتها، وكل باش تجي معناتها المقرونه تبدا مشخشخه. هوني قاعده حطيت الطماطم والله هوني وفات لي لا لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. الفلفل الاحمر وفالي وزدتوني نقرقش في الحكه نتاعو. في بالي انا قاعده نصور الهريسه العربي، وفي بالي قاعده نصور حطيت ليطاب نتاع الفاح اللي هما حطيت تبل كرويه الهريسه العربي والكرويه والفلفل الاحمر والهريسه العربي والطماطم بالطبيعه فهمتني يا اخي. تلفت وانا قاعده نحكي نقل الكاميرا مسكره كيما تعرف قلت لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله فهمتوني. صوص تونسيه حسيل واحد مش مشكل كيما تراو معناتها هكا وريتكم قاعده نقلب في الفاح والكل فهمتوني. طيبت لهم الصباح هزوا الصباح عملت لهم شويه صوص قاعده نزرب باش الوقت ما يغلبنيش خاطر باش نمشي نجيب ولدي يروح الماضي ساعه نهار 4 فهمتني. شنو حبوا نهار الأربعاء يروح الماضي ساعه وبنتي تروح على 4 باش نمشي نجيب ولدي. لازم قبل ما نخرج تكون الصوص هذيك وهذا باش نعملها عشاء باهي فهمتوني يا جماعه. وهون يا جماعه معناتها مرقتها فهمتوني وخليتها باش تجي بعد راحتها. وهذاك هو معناتها كيما تعرفوا معناتها واحد ماذا بيه ما يقويش في الغاز برشا راهو خاطر الصوص معناتها نقولوا احنا المكونات الكل باش تقعد تجيب على راحتها وتجي حاجه بنينه. صوصنا طابت يا جماعه كيما تراو تبارك الله قاره زيتها وكل جرام فلفل الاحمر تبارك الله هكا متكي عامل بون كيف. قلت لكم يا جماعه راني محضره صوص للعشاء خاطر الفطور عندي وطيبت فطوره وليدي من الصباح معناتها بعثتهم من الصباح مني وصلتهم صحه وفرحه اللي باش ياكل. ان شاء الله يعجبكم الروتين نتاع اليوم. متنساونيش في الابوني واللايك، نحبكم برشا ويعطيكم الف صحه.